بس انا عايزه احكي لكم النهارده في التراويح كان الشيخ بيردد الايات من اول 35 للايه 40 في سوره ال عمران. ف يعني هقراها كده بس مش هرتلها، هقراها معاكم كده. الموضوع بجد ركزوا فيه، حاولوا بجد تركزوا فيه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت سميع الدعاء، إنك أنت السميع العليم. يعني هي في الأول دعت إنه يا رب أنا نظرت لك ما في بطني، يعني خلاص استودعتك يا رب ما في بطني. وبعد كده دعت يا رب تقبل بقى مني، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حلو قوي، حلو قوي. يعني الواحد بيقول يا رب مثلا وفقني، رب اصلا تقبل مني ان انا بقول يا رب وفقني. انت متخيل؟ بجد تحفه. بعد كده فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تحفه. تخيل بقى لما هي اصلا في البدايه قالت يا رب اللي في بطني دي انا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انه يمسها، بعيذها اصلا وذريتها. فايه اللي حصل؟ فايه اللي حصل بقى؟ السيده مريم جابت لنا السيد المسيح عيسى عليه الصلاه والسلام. يعني تخيل هي دعت لبنتها والذريه كلها. فايه فاللي بعدها فتقبلها، والفاء بتفيد سرعه التلبيه. حاجه كده لما تقعد تقرا في الله. فتقبلها ربها بقبول حسن. بقبول حسن، جميله قوي. وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تحفة. يعني مش بس ربنا تقبلها بقبول حسن وأنبتها نبات حسن، وكمان رزقها رزق. يعني سيدنا زكريا كان بيسألها انت ده منين؟ بتقول من عند ربنا بيرزق من يشاء بغير حساب. يعني كل ده تحس ان هو من دعوة اصلا امرأة عمران. يعني شايف الترتيب؟ وبعد كده زي ما يكون سيدنا زكريا طب ما ادعي انا كمان. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. تاني، في الاول انك انت السميع العليم، ودلوقتي انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، تاني الفاء، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ده سيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا، وفي صلة قرابة هشرحها لكم. قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ما فيش موانع، يعني ما فيش باللوجيك، ما بتتحسبش باللوجيك. يعني كان في بوست كده منتشر ان هو بيحسب الصدقة اضعافها ازاي، منتشر كده. هو الراجل نيته حلوة وبيشجع وبيتكلم بلغة العصر يعني دلوقتي، بس هي للأسف مش صح. يعني هي ما بتتحسبش كده، ما بتتحسبش بالمنطق، ما بتتحسبش بالورقة والقلم. عادي امرأته عاقر وهو الراجل كبير، يعني سيدنا زكريا كبير، ازاي هيخلف؟ مش منطقي. بس الله يفعل ما يشاء. طيب ايه بقى النسل اللي نشرحه؟ انه المفروض انه مامة ستنا مريم اسمها حنة بنت فقودة ابن قابيل، واختها إيشاع بنت فقودة بنت ابن قابيل. حلو. فاحنا عندنا خلاص حنة وإيشاع. حنة مامة مريم. طب إيشاع دي مين؟ دي مرات سيدنا زكريا، دي امرأة سيدنا زكريا. طيب سيدتنا مريم جابت آه، آه، السيد المسيح عيسى عليه السلام. وامرأة زكريا وسيدنا زكريا اللي هي إشاع جابت مين؟ جابت سيدنا يحيى. فهم ليهم صلة قرابة، يعني زي ما يكون ولاد خالة كده. حلو. انت برضو ممكن تدخل سيرش هتلاقي الموضوع، لو ما فهمتش مني يعني ممكن تفهمه. يعني انا اوريدي بقراه حاليا من السيرش. برضو من الكلمات اللي وقفت معايا يعني ايه محررا، يعني ايه لما قالت اني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. دي من الحاجات اللي لقيتها برضو في التفسير. بجد الشيخ الله يبارك له، الله يبارك له، هو بيقرأها الواحد يعني حاسس ان هو تاه، ولا كأنه أول مرة بيسمعها. يعني ايه ده؟ ف يعني يا رب ربنا يتقبل.